هبدا من جديد ان شاء الله في ان انا اعمل فيديوهات جديده على قناتي الجديده، لان قناتي القديمه اتحذفت. وده هقوله لكم ليه، ودي نصيحه ليكم وليا ولكل واحد مبتدئ ولكل واحد عمل الاخطاء دي. بتمنى ان هو ما يعملهاش في قناته الجديده او اللي هو مستمر فيها، ولو هو عمل الاخطاء دي ما يحاولش ان هو يكررها كتير جدا في قناته، لان القناه دي هتوقف له قناته وممكن تتحذف زي ما حصل في قناتي. وده اول فيديو ان شاء الله يعني بصوره في القناه الجديده اللي انا الحمد لله زيرو مشتركين، لكن حضراتكم ان شاء الله باذن الله هتدعموني، وفيديوهاتي ان شاء الله واستمراريتي معاكم ودعمكم ليا ونشاطنا المستمر والافاده اللي انا بقدمها لحضراتكم او احنا بنستفيد من بعض ايه، ده اللي احنا نتماشى عليه ايه مع بعض، وده اللي هيكون مستقبلنا مع بعض. فاتمنى من حضراتكم يعني تسمعوا كويس اللي انا هقوله واللي احنا هنمشي عليه مع بعض، سواء انت قديم او جديد او لسه مبتدئ او بتفكر تعمل قناه على اليوتيوب او بتفكر تمشي صح على اليوتيوب عشان تكسب. وده مش بقول لك اعمل كده بالظبط، انا بقول لك ما تغلطش الغلط اللي انا وقعت فيه، وده كان سبب رئيسي في قفل قناتي اللي هي كان عليها عدد حلو جدا من المشتركين والمتابعين، وكان عليها بسم الله ما شاء الله فيديوهات جميله جدا جدا. انا على المستوى الشخصي زعلت انها ضاعت، زعلت ان الفيديوهات دي اتحذفت، لان الفيديوهات دي انا نفسي كنت بحبها. فاتمنى من حضراتكم يعني تسمعوا النصايح دي ويلا بينا. اول حاجه، لو انت عايز تعمل قناه على اليوتيوب خليك اول حاجه على طبيعتك، يعني ما تحاولش تأفور في الاداء بتاعك، ما تحاولش تمثل حد، ما تحاولش تقلد حد، ما تحاولش تجيب معلومات غلط عشان المعلومات الغلط دي بتودي في داهيه. ده تاني حاجه. تالت حاجه، ما تحاولش تتكلم في السياسه، علشان اليوتيوب بياخد الحاجات دي على انها عنف وعلى انها محتوى غير لائق او محتوى ما ينفعش ان هو يتنشر او محتوى بيحرض على العنف وما الى غير ذلك. وده حصل في القنوات الكبيره جدا جدا زي قناه الجزيره واتقفلت ورجعت اتفتحت تاني. وده حصل معايا شخصيا في فيديوهات انا كنت اتكلمت عنها في قناتي اللي هي اتقفلت دي، واتقفلت بسبب كده. كذا فيديو اتبعت لي انذار ان انا احذفه وحذفه اليوتيوب وبرضه انشر. فالحمد لله احنا بندعم القضيه وكل حاجه، لكن خليك متفهم ان اليوتيوب مش عايز كده، مش عايز انك انت تتكلم في السياسه او تتكلم في مواد عنف او الكلام ده كله او ما الى غير ذلك. ده ثالث حاجه. رابع حاجه اللي انا عايز اقول لك دي، لما تيجي تتكلم على موضوع مهم ما تحاولش انك انت تسرق يعني حاجه مش بتاعتك، ما تحاولش انك انت تاخد حاجه مش بتاعتك. وده اللي هو اللي انا بتكلم عليه، انك انت ما تحاولش تاخد صوره لمسلسل مشهور او فيلم مشهور او عنوان مشهور او ما الى غير ذلك، او صوره او موسيقى او حاجه تكون انت مش مالك، انت مش مالك الرئيسي بتاعها او انت مش الشخص الرئيسي بتاعها. تمام. حاول انك انت يعني تبقى معلوماتك دقيقه جدا جدا، وحاول انك انت تجيب معلومات اتعب فيها شويه، اتعب في معلوماتك شويه علشان توصل معلومه للناس كويسه، توصل معلومه الناس تستفاد بيها وانت تستفاد بيها. ده حاجه مهمه جدا جدا عايز اقولها لكم، لان في بعض اليوتيوبرز اللي هم دلوقتي بيدخل على شات جي بي تي او بيدخل على مواقع مش كويسه او بيجيب مصدر من هنا او مصدر من هنا، لكن مصادره مش موثوق منه، ما بيدرسش، ما بيجيبش معلومه مفيده، ما بيجيبش معلومه مهمه، ما بيعملش الجهد الكويس او يبذل جهد كويس عشان يجيب معلومه مفيده. حاول تشتغل على نفسك اكتر، زي ما انت عايز تفيد الناس فيدهم صح، لان الكلام ده قبل ما تتسأل عليه من الناس بتتسأل عليه من ربنا سبحانه وتعالى. فخليك على يقين تام انك انت طالما بتقدم حاجه للناس قدمها على الوجه الاكمل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا يعني عمل احدكم عملا فليتقنه. دي حاجه. الحاجه الثانيه او الثالثه او الرابعه ايا يكن، المثل اللي هو بيقول لك ايه، حب ما تعمل كي تعمل ما تحب. طبعا انت كيوتيوبرز لازم تبقى محب جدا جدا لشغلك، ما تبقاش خمول وما تبقاش كسول وعايز تكسب فلوس وما الى غير ذلك. اول حاجه لو انت مبتدئ ما تجريش على انك انت تاخد فلوس من القناه، حاول ان اول سنه او سنتين تقدم حاجه كويسه محترمه الناس تتابعها، الناس تشوفها، الناس تشاهدها، هتبتدي الناس تدخل في قناتك وتبتدي الناس تشترك في قناتك وهتبتدي الناس تتفاعل معاك، وعلى حسب ادائك الناس هتبقى عندك كتير. فما تحاولش تلعب على حته الشهره والمجد والفلوس وما الى غير ذلك، خليك على طبيعتك خالص، قدم حاجه مفيده وسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. ده حاجه. بعد كده حاول انك انت تبقى نشيط في تقديم فيديوهاتك، ما تحاولش تبقى خمول يعني تتكلم لا يعني ما تبقاش اوفر قوي وما تبقاش سلو خالص، يعني حاول تكون سلس في ادائك وفي تقديم المعلومه وتبسيطها وشرحها لكل واحد داخل قناتك بيشوف فيديوهاتك، حاول تكون زي كده. واحنا طبعا شفنا اخر حاجه سامح حسين اللي هو قدم برنامج قطايف، وعرفنا دنيته ايه وعرفنا هو بيقدم ايه او ايه اللي الناس بتسمعه وشفنا اسلوبه. ايا يكن ما تحاولش تغلط غلطي، ما تحاولش يعني تكسل، ما تحاولش انك انت تاخد حاجه مش بتاعتك، حاول تكون سلس، حاول تكون مرن، حاول تصبر شويه على فيديوهاتك وانك انت الكلام ده كله. حاجه اخيره عايز اقولها لك، لما يكون
هدفك او عقلك، او لو لما تكون انت مجنون باليوتيوب او مجنون بانك انت تشتغل على الفيديوهات دي، برضه حاول تبص لحياتك الشخصيه وحياتك العمليه وحياتك العلميه، وحاول تدي كل جنب من حياتك يعني جزء. انك انت لو اشتغلت على اليوتيوب بس دلوقتي هتصرف فلوس كتيره جدا على النت، و... وهتقعد وقت كبير جدا على الفيديوهات دي وتشتغل عليها وما الى غير ذلك. بس هنا يعني في قاعده بتقول لك يعني لو انت اديت الحاجه كلك هتديك جزء منها، لو انت اديت الحاجه جزء مش هتديك خالص. فحاول تقسم وقتك وحاول تدي كل حاجه وقتها وكل حاجه نصيبها علشان تستفيد من وقتك وتستفيد من جهدك و بس كده. واللي انا عايز اقولها لك انك انت لما خلاص خلصت جبت معلومات، قدمت المعلومه سهله وبسيطه، ما افورتش في تقديم المعلومه، كنت سهل وسلس في تقديم المعلومه، آه، ما جبتش صوره من هنا او موسيقى من هنا او فيلم من هنا او ما الى غير ذلك على الفيديوهات بتاعتك، اشتغلت كويس جدا جدا في الفيديو ده، رفعته على اليوتيوب، خلاص كده خلصت؟ لا، لسه في حاجه اخيره. ايه هي بقى الحاجه الاخيره دي؟ طريقه النشر على اليوتيوب والعنوان اللي بيشد الناس. حاول تكون في عنوانك صادق، ولكن باسلوب او بطريقه تشد الناس. ما تحاولش تكون كاذب في معلوماتك، او ما تحاولش تكذب على الناس فيما تقدمه من معلومات كعنوان رئيسي. بعد كده التاجز اللي هي العلامات اللي انت بتحطها والوصف والكلام ده كله، حاول برضه تكون دقيق جدا جدا فيه، وحاول تشتغل كويس جدا على الموضوع ده، لان الموضوع ده هو اللي هيعلي الريتش بتاع القناه، وهو اللي هيعمل اقتراح لفيديوهاتك، وهو اللي هينشر فيديوهاتك اكتر. فحاول تهتم بالحته دي كويس جدا جدا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.